السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نشوفوا فيه واحد الموضوع اللي هو مهم. غادي نهضروا على فتح الجمارك ولا المعابر الجمركيه بين المغرب وكل من سبته ومليليه. فبزاف الاسئله كتطرح في هذا الموضوع، ومن طبيعه الحال فكنجاوبوا في القناه الاولى. في هذه القناه هذه ان شاء الله غادي نعطيكم الحصري اللي هو تصريحات ديال وزير الخارجيه المغربي السيد ناصر بوريطه. فكنا شاركنا معكم شنو قال وزير الخارجيه الاسباني اللي كيقول لك بان اسبانيا واجده ودارت التجارب ديالها، الامور واجده، يعني هي كتنتظر فقط الفتح. فكانوا مجموعه من التعاليق ديال الناس اللي كيقول لك هناك مازال مشاكل سياسيه اللي كتخلي المغرب ما يفتحش هذه المعابر ديال كل من سبته ومليليه المدينتين المغربيتين المحتلتين. فهنا كنبغي نقول لكم بان ليست مشاكل سياسيه وانما مشاكل تقنيه، يعني قريبا جدا غيتم الفتح ديال هذه المعابر. وهنا غادي نخليكم خوتي العزاز مع التصريحات ديال وزير الخارجيه المغربي في هذا الموضوع. عبور البضائع والاشخاص حققنا واحد التقدم كبير. اولا خصني ناكد بان كل العناصر وكل الالتزامات الموجوده في خارطه الطريق وفي الاعلان المشترك ديال 7 ابريل سيتم تنفيذها بشكل كامل وبشكل واضح. كل ما هو موجود في ذلك الإعلان هي التزامات مشتركة سنعمل معا على تنفيذها وتطبيقها. ثانيا، من أجل ذلك تخلق واحد الفريق عمل وبدا كيشتغل، وكانت اجتماعات متعددة. يمكن فريق العمل اللي اجتمع أكثر هو فريق العمل هذا حول عبور البضائع والأشخاص. وكانت مجموعة كانت حتى بعض لي تيست اللي داروا، حتى تجارب اللي دارت 3 على الأقل، واللي خدينا منهم دروس ما يمكن القيام به، ما يجب تحسينه. الأساسي هو أننا نشتغل بمنطق إيجابي، بمنطق بناء، بمنطق الالتزام المشترك، باش أننا نوصلوا إلى واحد الصيغة اللي كتخلينا أولا نفذوا الالتزامات اللي كاينه في إعلان 7 أبريل، ولكن اللي كتخلينا كذلك ما نرجعوش للوراء وما نرجعوش للوضع اللي كان قبل، واللي كان كيطرح مجموعة من المشاكل، مشاكل قانونية، مشاكل في التدبير، مشاكل تجارية، مشاكل حتى من الصورة اللي كانت كتعطى على عبور الأشخاص والبضائع، واللي كانت صورة غير مرضية للجميع. فالأكيد الآن هو هذا النموذج اللي خصنا نلقاوه، خصو يكون مختلف، اللي كيحترم الالتزامات ولكن ما كيرجعناش النموذج السابق اللي هو نموذج لا الطرف الإسباني لا الطرف المغربي ما باغين أنه يتكرر، لأنه كان كيشجع على التهريب، لأنه كان كيشجع على بعض الممارسات اللي غير مقبولة واللي متفقين على أنها ما خصهاش. فهذا هو التصور اللي غاديين فيه، واللي اتفقنا على أن فريق العمل غيجتمع بسرعة وفي أقرب الأوقات باش أنه يوضع هذا التصور في أقرب وقت ممكن. اليوم المشكل ماشي هو مشكل الالتزام، ماشي مشكل سياسي، المشكل اليوم هو مشكل تنفيذ تقنيا كيف نطبق هذا. وهذا التطبيق التقني كيخصو التقنيين يجتمعوا ويتفقوا ويقترحوا علينا هذا النموذج اللي خلينا في أقرب وقت.